المطعم اللي ما بيحبش التصوير عنده. مطعم الخديوي واحد من المطاعم المصرية اللي بدأت في بورسعيد، واستكمالا للسلسلة دي هنجرب أكل المطعم. الراجل المحترم المسؤول عن الفرع ده كان عنده مشكلة إن أنا أصور حتى كمان من بره من الشارع، وأسلوبه مش حلو، ودي تاني مرة أجي المطعم ويحصل تاتش معاه. المرة الأولى كنت قاعد في المطعم أكتر من 20 دقيقة عشان حد يجي ياخد الطلب ومحدش عبرني. نزلت أكتر من مرة، رحت للكاشير أنا قلت لهم أنا هطلب أنا عشان تلحقوا تحضروا الطلب عشان ما ياخدش وقت كبير جدا، ولما يجي الراجل المسؤول عن الطلب وظبطوا معاه يعني. نفس الشخص ده كان مصمم ان لا، لما الراجل اللي ماسك الصاله يجي. طب فين يا اخي الراجل؟ يقول لك والله هيجي دلوقتي، كل شويه يقول لك هيجي. وفي الاخر اخدنا الطلب تيك اواي لان المكان كان كمان حر جدا. وده تاني موقف يحصل النهارده وانا بصور المطعم من بره ومستني الاوردر بتاعي، بيقول لي انت بتصور ليه وبتصور ايه وممنوع وامسح الفيديوهات. غريب جدا ان في الايام دي ان حد يكون رافض التصوير في المطعم بتاعه، الا اذا كان عندك مشاكل مش عايز حد يصورها، او انت عندك مشكله خاصه مع التصوير. بالعكس، المفروض اغلب المطاعم دلوقتي ترحب بالتصوير لان دي تعتبر دعايه مجانيه. المهم انا كنت طالب اوردر بالتليفون عشان لما اروح استلمه ما استناش كتير. قالوا لي هياخد 30 دقيقه، رحت واستنيت كمان فوق ال 30 دقيقه، تقريبا 20 دقيقه. بس مش مشكله، هنقول معذورين لان الكهرباء كانت قطعه وشغالين بجنريتورز، وطبعا مش مشغلين كل الاجهزه في وقت واحد. طلبت اكتر من صنف، هم عندهم منيو كبير قوي وفي اصناف كتير، يعني غير الكشري وانواع الباستا عندهم شاورما وبرجر بانواع كتير، غير المشاوي المحاشي وحاجات كتير جدا. التنوع الكبير ده ممكن يبقى فيه مشكلة في الحفاظ على الجودة. هنجرب. طلبت من عندهم الأساس بتاعهم لأن المطعم أصله بتاع كشري المفروض. طلبت واحد كشري صغير، ده أصغر حجم عندهم، بسعر 20 جنيه. بيجي معاه كيس شطة وكيس دقة، والصلصة بتبقى موجودة على العلبة، وأنا بحبش الحركة دي. أنا جربت الكشري من عندهم كتير وكان دايما بيعجبني، لكن النهاردة كان مش أحسن حاجة، وبالأخص إن الرز كان معجن. طلبت كمان وجبة ميكس ميل، دي قطعتين بروست وقطعتين ستريبس. دي ينزل معاها بطاطس وكول سلو، سعرها 135 جنيه، وكمان بيجي معاها رغيف عيش كايزر. ويا ريت المطاعم يا تشتغل بسمسم كامل فوق العيش او بلاش منه السمسم، يعني عادي العيش يجي من غير سمسم مش مشكله يعني. اما السمسم المطحون او المجروش ده معرفش، غريب بصراحه. المهم ان الوجبه كانت حلوه جدا، سواء الفراخ كانت مستويه كويس ونظيفه وتتبيلتها مظبوطه، كمان البطاطس كانت حلوه، الكول سلو كلهم حلوين، والفراخ المقليه من اقوى الاصناف اللي بيعملها مظبوط. اخر حاجه طلبت ربع فرخ روستو مع الرز والخضار، كانت فخد فرخه ومعاها شويه من حشو الفرخه، ورز مصري ابيض كان كويس واحسن عندهم من الرز البسمتي، بحسه بيكون ناشف شويه. الفراخ والخضار كان طعمهم حلو مقبول. الوجبة على بعضها ظريفة وسعرها 110 جنيه، لكن مش هروح اطلبها مخصوص. الاكل بشكل عام فيما يخص المرة دي او المرات اللي قبل كده يعتبر تجربة حلوة واكلهم كويس، لكن المشاكل بتاعة اسلوب المسؤول عن المكان دي حاجة مش حلوة ومش مريحة، وما تخليش الواحد يفكر يروح المكان مرة تانية. يعني انا غالبا لو هطلب من المطعم بعد كده هطلب يا اما تيك أواي او هروح فرع تاني. بس دي كانت تجربة الخديوي. سلام.